السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الأنفيلد بأجوائه وجماهيره واحد من أفضل الملاعب على مستوى العالم، تستهوي عشاق كرة القدم. شكرا لحاتم، شكرا لياسر، مشاهدة ممتعة للجميع. امامنا خاكبو، الاماميه ملعوبه فيها تغيير كامل لاتجاه اللعب. طالع في المباراه الاهم هذا الموسم اعتقد من وجهه نظر شخصيه. محاوله جونز البحث عن التغيير والانطلاقه في الجهه اليمنى، برافو والمرور، لمسه لمصلحه توتنهام، عرضيه في منطقه الجزاء ويعود من اجل المسانده، ملعوبه داخل منطقه الجزاء، لا زالت مستمره وقائمه، وصلت الى سون، كره خطيره ارضيه الملعب، تستانف في المواجهه بركنيه ملعوبه داخل عدد كبير وكتاثير ايضا لها تاثير كبير. كره عموما بمحاوله عن طريق برادلي الى محمد صلاح، بالتالي دائما ننتظر الاهداف كره يخطو من خلالها كينسكي عام 2015 في بطوله الدوري وعلى ارض يلعبها في الجهات اليمنى، البحث عن العرضيه، بيدرو بورو تعود من جديد لمصلحه توتنهام، اماميه يعيدها الى حارس المرمى كينسكي. توتنهام وصلت الى سون يلعبها سولانكي لكن الى خارج ارضيه الملعب. هذه كره بيسوما الى الكوري الجنوبي، ومن الكوري الى سولانكي، ومن سولانكي الى خارج ارضيه الميدان، رك فريق جنوة قبل ان يعود مع بدايه هذا الموسم. صلاح بلمسه يلعبها الى خاكبو داخل منطقه الجزاء، عادت الى صلاح. حارس جديد يا موسى، حارس جديد يا محمد، ولم ينجح حارس قبل ذلك في ان يقف في وجه محمد صلاح. اليوم هنا في مواجهه أنتونين كينسكي يبحث عن التسجيل ومواصله حضوره المتميز امام فريق توتنهام خلال المباريات الكبيره. سنتحدث لكن بعد المحاوله كولوسيفسكي، عرضيه يلعب في مركز قلب الدفاع بجوار دراغوشين، كره لمصلحه 9 أهداف، 6 لليفربول 3 توتنهام. كره بمحاوله وانطلاقه من الجهات اليمنى، البحث عن من اماميه من كورتيس جونز تصل الى ديوغو جوتا، كينسكي في المرمى، عرضيه ملعوبه داخل منطقه الجزاء وراسيه تاتي لكن في احضان حارس المرمى، لمسه بمحاوله تمويه بمرور الان لكن ايضا تغطيتي، وصلت بعد ذلك الى جوتا من امام المرمى، برادلي الان يواصل برادلي وامام سبنس عن طريق من هذا المهاجم اليوم ديوغو جوتا. ذلك يوم أثرت بأقدام محمد صلاح، لمسة من صلاح إلى خاكبو إلى سيميكاس، عرضية داخل منطقة وينجح في إبعاد الكرة والمحاولة الماضية. هنا كرة التنفيذ المباشر، يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تدخل في المرة الأولى، وقت بدل ضايع على شوط المباراة الأول بعد سنوات وسنوات. محاولة في الجهة اليسرى، عرضية من أمام نيوكاسل في آخر جولات الدوري، واليوم ماذا يفعل من هذه البطولة؟ كرة عرضية وصلت إلى صلاح، لازالت مستمرة وقائمة وتسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة فريق توتنهام. هذه الكرة كثير من حراس المرمى في العالم، محاولة لمصلحة فريق توتنهام، ضار الانطلاقة المرتدة، خاكبو تسديدة قوية، حلوة الكرة بنكي اندو على مستوى التغطية، برادلي لترا، خاكبو دائما حاضرا في هذا المكان، يلعب كرة بتسديدة موجودة، علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى عند كينسكي. هذه الكرة والمحاولة
عن طريق كاكبو. غرافنبرغ كانت هي الأخطر بالنسبة لفريق جهة اليسرى. عرضية داخل منطقة الجزاء راسية، لكن يلعبها إلى كورتيس جونز، إلى خاكبو. عرضية من خاكبو، تدخل وعودة تصل إلى كولوسيفسكي. كولوسيفسكي في الجهة اليسرى عن طريق تسيميكاس. عرضية داخل منطقة ملعوبة من ديوغو جوتا، لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة. البرتغال دائما ما كانت الأهداف حاضرة في لقاءات الفريقين، وغان في الشوط الأول وتحدث عنه الإخوان ما بين الشوطين. بعد إلى محمد صلاح. صلاح يبحث عن التقدم. أمامية حلوة 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 حلوة. الكرة الماضية طالت على كاكبو، طالت على خاكبو. بطولة محلية على مستوى كرة القدم الإنجليزية. كرة 18 هذا لقبه الوحيد. كرة عن طريق محمد صلاح. ليق الإنجازات والألقاب وإلا ستفقد مكانتك في يوم من الأيام. يخطئ ومحاولة لا زالت مستمرة، وكرة لا زالت خطيرة، وأول أهداف اللقاء يضيعه بيدرو بورو. ما الذي أضاعه بيدرو بورو في الكرة والمحاولة الماضية؟ هذه اللقطة أليسون في المرة الأولى نجح في التجاوز، لكن في المرة الثانية أخطأ. بيدرو بورو في المرتين كان بالإمكان أن يتعامل بشكل أفضل، لكن بعد ذلك كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. لكن برافو بيرغفال أرضية اللعب رغم وجود سن على أرضية الميدان. محاولة عرضية ملعوبة خطيرة من محمد، لكن كينسكي لويس دياز عرضية داخل منطقة الجزاء راسية. لكن كينسكي في التوقيت المناسب. في التوقيت المناسب يتصدى لرأسية اللاعب داروين، مفتوحة على مصراعيها في الإياب. داروين نونيز عرضية عن طريق الماضية، حضور جيد بالنسبة للاعب كاكبو. كرة عرضية مهارة، يتقدم يلعب المحاولة، لكن أيضا تغطية وإبعاد لا زالت مستمرة وقائمة. تم ب9 أهداف في آخر 5 مباريات. كرة عن طريق لويس دياز الآن، محاولة لمصلحة فريق ليفربول، ملعوبة اصطدمت، وصلت سهلة إلى كينسكي كينسكي يسيطر على كرته اليمنى أمامية عن طريق صلاح إلى داروين نونيز. كينسكي يتصدى من أمام الأوروغواياني، يتدخل منع ليفربول من التقدم بأول أهداف اللقاء. سيميكاس عرضية من سيميكاس، نعم هي كذلك خطيرة المحاولة. مرت بجوار القائم، لكن أي كرة بالقدم اليمنى يا أرنولد، أي كرة بالقدم اليمنى يا أرنولد. من اللي يبعدها؟ يبدو دراغوشين. نعم من على خط المرمى. دراغوشين من على خط المرمى. كاسل هو الأقرب للنهائي الآن. كرة عن طريق لويس دياز، محاولة عن طريق تيمو فيرنر يتقدم، عرضية ملعوبة، وبالتالي يعني لاعب لا زال أو كرة بمحاولة عن طريق سولانكي. دومينيك نعم الآن يترجم أفضلية ويسجل الاستحقاق بأول أهداف اللقاء. فيضرب دفاع ليفربول في اللحظة التي كنت أتحدث فيها عن المستقبل. يأتي الحاضر بأقدام سولانكي متسللا في هذه الكرة. الفار يتأكد من المحاولة الماضية، هنالك احتمالية وجود التسلل. برينتفورد كرة بمحاولة لتوتنهام الآن، تسديدة تأتي. الله نعم هي مباراة الميلاد، وهي ليلة من ليالي ميلاد هذا النجم السويدي. بيرغفال يؤكد على أحقية توتنهام. بيرغفال يسجل ليبصم على ليلة ميلاده. بيرغفال ولد اليوم.
كرة من سنة. هذه مباراة رقم 63 مع فريق ليفربول. ريشارليسون انطلق صلاح وسط سوبوسلاي لاعب بالراس بنس رجعت لداروين نونيز صلاح او الجول او الجول او الجول او الجول او الجول. اللعبة رائعة راحت ركنية لصالح عناصر ليفربول. احتار صلاح هنا بين التمرير والتسديد، لا مرر ولا سدد، ومع ذلك شكلت خطورة على مرمى الحارس. ركنية قائم الأول تغطية. وينهم اللاعبين؟ يطلب داروين نونيز صلاح. اي كولوسوفسكي على الارضيه. كولوسوفسكي كنا في الوسط. متسلل. يس اوفسايد. يس من الوهله الاولى. مش عارف هو قال لنا لا. يلا نشوف ليفربول. هي الكره راسيه من نونيز. كينسكي يتمكن من هذه الكره في نهايه المطاف. بولي كورتيجونس على الجهه اليسرى. لا سون استرجعت مره ثانيه من هنا لصالح عناصر ليفربول خاصه هذا الموسم. حتى لما كان روبرتسون لمحمد صلاح. لا باليمنى بعيده كره محمد فوق مرمى الحارس. مازال صلاح والتوزيع. داروين. لا جول. صلاح وداروين وخاكبو جول وليفربول يعدل النتيجة 1-1. صارت الآن الدقيقة 34. خاكبو 8 أهداف في دوري و5 في الكأس الرابطة. وتحية خماسية بالنسبة لخاكبو اللاعب الهولندي. يا سلام 114 مباراة 39 هدف و19 تمريرة حاسمة. وصلاح ما عندي ما نقول على عدد الأهداف وعلى التمريرات الحاسمة. هذه الأرقام التي تتغير كل أسبوع، بل كل 3 أيام، بل كل مباراة، بل كل شوط تتقبل. ولكن منتخبهم ترجع الكرة. سبنس يرسل كرة بعيدة ولا واحد. خرافنبرغ بيلعب يا خرافنبرغ. خاكبو مرة ثانية محمد بسرعة. محمد رفعها وخروج موفق هنا في العمق. برادلي التغطية من بن ديفيس. الكرة خرج ويرجع للخلف. اندرو ودانسو. برادلي محمد صلاح من أمام سبنس. هنا في لعبة كرة القدم الأصل هو ماوين يبيسوما وروبرتسون. شوفسكي وجراي. كولوسوفسكي يا خطيرة محمد. لا خاكبو رائع. صلاح رائع. والحارس كينسكي أروع منهما. يخرج الكرة في الركنية لصالح عناصر ليفربول. يرسل الكرة بعيدة لريشارليسون من هنا. راح أمامه سون. الركنية في القائمة الأول راسية مرفوعة. القائمة الأول بالراس تغطية دفاعية. وصلت من هنالك على الجانب من توزيع من برادلي. الحارس يخرجها ركنية الكرة الأولى لصالح عناصر ليفربول قبل أن خاكبو والدفاع دانسو رفعها خارجة بالراس. لا شوفسكي الكرة لم تصل. أندرو روبرتسون في التغطية. كرة بعيدة من أمام رائعة من محمد. خطيرة وركلة جزاء. الحكم يقول العب لا ركلة جزاء لصالح عناصر ليفربول. رائعة تمريرة من محمد. كينسكي خرج متأخرا من أمام الأوروغواي. يا صلاح من هنا يا محمد. الكرة حتى في المكان الذي يسكن فيه إبليس، المكان الذي يحمل التفاصيل والجزئيات، يتمكن محمد صلاح من اختيار الزاوية وضربها بشكل عالي في أعلى المرمى، مسجلا هدفا ثانيا رائعا من ركلة جزاء. هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة. صلاح يسجل ثاني أهدافه في كأس الرابطة. صلاح يسجل هدفه 237. أول جول أول جول أول جول أول جول أول جول. الصغير تفوق على السون. كورنر برادلي نونيز صار يطلب ماتيستيل والتغطية من فيرجيل فون دايك خلفه تسترجع من كولوسوفسكي مرة ثانية والتدخل من سحاول يمر من أمام صار تفوق بروعة الجهة اليمنى يدخل منطقة عمليات تل راحت ركنية الكرة هذه. توستر يخرج بالكرة. ارشي جراي يبحث عن كرة يرجع للخلف يلعبها مع بنتانكور والتغطية بين براد خاكبو العرضية راسية بين احضان الحارس. يا تصبوتسلاي
مراوغة أولى بينية الكرة صلاح وجراي ستورجمار برادلي دخل برادلي عرضية داروين نونيز كاد يسجل الثالث. الكونتيجونس رائع الكرة من خاكبو على الجهة اليسرى استلمها باليسرى وضربها باليسرى ومرت على يسار الحارس. لقطة سريعة ولعبة من هنالك بين صلاح ثانية يفضل الكرة البعيدة تماما ناحية داروين نونيز. من هنالك دانسو خاكبو سبنس محاصر سبنس والكرة بعيدة يسجلوا هدف يعدلوا النتيجة. نروح الوقت إضافي. كرة من بن ديفيس لسون خروج موفق من جراي صعبة الكرة هذه وكيلير يخرجها في الركنية. جول 1-2-3 سوبوسلاي يسجل الثالث لليفربول 3-0. قلت لكم سيأتي الثالث إذا لم يسجل ليفربول سيسجل توتنهام. جاء الجول الثالث منطقيا وباستحقاق. كرة ملعوبة بشكل رائع. أليكسيس ماكاليستر شوف القوة وشوف الدقة. روبرتسون اندرو كولوسوفسكي حاول يمر لم يمر ما زال ليفربول. من هنالك تنفذ الكرة هيلة جول العملاق برج ايفل فيرجيل فان دايك يسجل رابع اهداف فريق ليفربول بالراس من ركنيه ارتقى فوق الجميع وضربها بالراس وسجل هدفه وسجل الهدف الرابع لفريق ليفربول. هدفه الاول في الكاس بعد ما سجل في الدوري. هدفه السادس والعشرين في 300 مباراتين لعبهما. شكرا